السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دكاترة ومهندسين المستقبل، رجالة تالتة إعدادي. معكم دكتور أحمد سعيد، والنهارده بإذن الله بداية منهج العلوم لطلاب تالتة إعدادي. بإذن الله بداية مميزة وبداية جديدة. أيوة، معاك دكتور أحمد سعيد، دكتور بشري، وأنا بإذن الله هكون معاك عشان توصل لأحلامك، عشان تدخل بإذن الله ثانوي. وبعد ما تدخل ثانوي أنا هكون دايما ظهرك وهكون دايما سند ليك عشان توصل للحلم بتاعك. النهارده بداية مادة العلوم، والأول مرة بإذن الله هنشرح مادة العلوم علشان رماس أختي، علشان عيون رماس أختي، وعلشان هي لازم تبقى فرحانة ومبسوطة ولازم تقفل المادة دي وتطلع إن شاء الله من أوائل المحافظة السنة دي، وأنتوا بإذن الله لازم كلكم تذاكروا وتعملوا اللي عليكم عشان تطلعوا من أوائل المحافظة. أولا كده يا ابني عايز أقول لحضرتك حاجة. لما أنا كنت قدك في تالتة إعدادي أنا كنت جايب 99.5%، متخيل؟ أيوه، وأنا في تالتة إعدادي زيك. لما دخلت تالتة ثانوي جبت حضرتك 99%. فانت بدايه مذاكرتك للاعدادي انت هتذاكر في اولى ثانوي، هتذاكر في ثانيه ثانوي عشان توصل للحلم بتاعك في ثالثه ثانوي باذن الله. وانا واثق فيكم انكم دكاتره ومهندسين المستقبل. لو انت بتتفرج على الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتبعت الفيديو لكل زمايلك. ولو انت عايز المذكره وعايز الورق اللي احنا شغالين منه وبنشرح منه، ابعت لي يا باشا على الواتساب. انا هرد عليك وهكون دايما في ظهرك وهكون دايما جنبك عشان توصل للحلم بتاعك. باذن الله هننزل الشرح بتاع الترم الاول بالكامل مجانا على اليوتيوب. طب بالنسبه يا دكتور للمنصه، المنصه دي للحل والمتابعه والامتحانات. يعني انت عايز تتابع وتحل وتمتحن، هيكون باجر رمزي خالص 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 ب 100 جنيه في الشهر بس. تعرف الترم كامل كله على بعضه بكام؟ ب 300 جنيه بس وخلاص. متخيل المتابعه والحل والامتحانات بتاع الترم كله عشان توصل للاهداف بتاعتك؟ انما الشرح هينزل بالكامل باذن الله مجانا على اليوتيوب. امتى يا دكتور الشرح هينزل لنا؟ كل يوم خميس باذن الله الساعه 8. اظبط ساعتك، اظبط ساعتك. خميس الساعه 8 هينزل لك فيديو شرح تالتة اعدادي، مع النهارده شرح الدرس الاولاني، باذن الله المره الجايه شرح الدرس الثاني، وبعد كده كل مره نراجع عليهم يا معلم. كده كده معانا الترم طويل والسنه طويله، وانتوا دكاتره دكتور احمد فايد هنقول للتحدي انت ما انتش قدي. ده الشعار بتاعنا باذن الله. اولا كده لما نيجي نتكلم على اول وحده معايا، هي عباره عن الحركه. اصلا يا معلم لما اجي اقول لك يعني ايه حركه، اهو يا دكتور انا عمال بتحرك. انا يا باشا لما اتحرك كده انا عمال بتحرك، لما احرك ايديا كده انا عمال بتحرك. انما اقول لك امتى تبقى ساكن، هتقول له والله ازازه الميه اللي قدامي دي ساكنه واقفه في مكانها ما بتتحركش. انا دلوقتي وانا واقف ساكن مكاني ما بتحركش. يعني تعال نوصف الجسم الساكن وتعال نوصف الجسم المتحرك. ده يا باشا اللي واقف مكانه ده، اللي مش بيتحرك ده بالنسبه لي اسمه الجسم الساكن. يبقى الجسم الساكن هو الجسم اللي واقف مكانه، الجسم الذي لا يتغير موضعه بمرور الزمن. مهما الزمن اتغير هو مش هيتغير مكانه. اشاره المرور، هو اشاره المرور في مره كبرت في دماغها وقالت والله لا ده انا لازم اروح اعمل كده، لازم اروح من مكاني اتغير من مكاني؟ لا. فبالتالي اشاره المرور جسم ساكن. يعني الجسم الساكن الجسم الذي لا يتغير موضعه بمرور الزمن، مش بيتحرك من مكانه. انما ايه الجسم المتحرك ده؟ الجسم المتحرك هو الجسم الذي يتغير موضعه بالنسبه لجسم ساكن. بالنسبه لمين؟ لجسم ساكن بيتغير مكانه بمرور الزمن. يعني الساكن فضل ثابت مكانه بمرور الزمن، انما المتحرك تغير موضعه بمرور الزمن. اهو بص يا معلم، عمال بيجري يجري 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 يجري، يبقى ساكن ولا اتغير موضوع؟ اتغير موضوعه، فبالتالي هقول عليه جسم ايه؟ جسم متحرك. يبقى الجسم المتحرك الجسم الذي يتغير موضعه بمرور الزمن، انما الجسم الساكن الجسم الساكن ما بيتغيرش موضوعه بمرور الزمن. ده اول حاجه. هنبدا نتكلم بعد كده باذن الله على الحركه، وهنعرف يعني ايه الحركه، وهنعرف يا باشا دلوقتي السرعه. هنيجي نوصف كل الكلام ده فما تقلقش ان شاء الله. يبقى اول حاجه لما نيجي نتكلم معاه دلوقتي هناخد مفهوم الحركه والسكون. باشا الحاجز ده ساكن ولا متحرك؟ والله ساكن، فاضل في مكانه ما بيتغيرش بمرور الزمن. يبقى الجسم الساكن هو الجسم الذي يظل في موضعه بمرور الزمن. انما الجسم المتحرك اللي بيتغير مكانه، اللي بيتغير موضعه بمرور الزمن. انما الجسم المتحرك في حاله حركه بيتغير موضعه بمرور الزمن. تعال بقى دلوقتي نتكلم معاه دلوقتي على مصطلح الحركه. ايه هي الحركه؟ بص كده، انا وصفت ان الراجل ده بيتحرك لان بيتغير موضعه بالنسبه لموضع جسم ساكن بمرور الزمن. يبقى تغير موضع جسم
بالنسبه لموضع جسم ساكن بمرور الزمن. تعال معايا دلوقتي اوصف لي ايه هي الحركه دي يا معلم. الحركه دي هي تغير موضع جسم بالنسبه لجسم ساكن بمرور الزمن. احفظ معايا كده، يبقى هي الحركه يا معلم تغير موضع جسم بالنسبه لموضع جسم اخر بمرور الزمن. فلما يجي يقول لك ايه هي الحركه او ايه هي عندي هنا، الجسم ده ساكن ليه؟ لانه بيفضل في مكانه بمرور الزمن. الجسم ده متحرك ليه؟ لانه بيتغير موضعه عندي هنا بمرور الايه الزمن يا دكتور. تعال معايا دلوقتي نتكلم ايه هي الحركه. تغير موضع جسم بالنسبه للجسم ساكن بمرور الزمن. تعرف عندي هنا انا لما اطلع من بيتنا وعايز اروح المدرسه، ادي والله بيتنا اهو يا معلم، وعايز اروح المدرسه. المدرسه هناك اهي، والله ممكن اتحرك عندي هنا في خط مستقيم رايح وفي خط مستقيم وانا راجع. الله، ده بيتنا يا باشا سهل الوصول، سهل الوصول للمدرسه. ممكن عندي دلوقتي يكون بيتنا اهوت وتكون المدرسه، فابدا اتحرك في مسار منحني. يبقى انت حضرتك دلوقتي وانا عمال والله بتحرك لقدام وانا راجع برجع عندي هنا حضرتك دلوقتي كده. دي بسميها ايه؟ سميها الحركه في اتجاه واحد. والحركه في اتجاه واحد دي ممكن تكون يا اما في مسار مستقيم او مسار منحني او ممكن حاجه تانية. ادي عندي والله بيت واحد تاني اهوت، اول شويه كانوا منحنيين، بعد كده عند حضرتك بقى الطريق مستقيم. يا اما عندي دلوقتي الحركه في اتجاه واحد بتكون يا اما في مسار واحد في مسار مستقيم او منحني او كلاهما. يبقى انا عندي دلوقتي يا دكتور جيت عرفت الحركه وقلت ان انا عندي حاجه اسمها الحركه في اتجاه واحد. الحركه في اتجاه واحد دي حضرتك يا اما هتتحرك، بص معايا كده، ده مسار عندنا ايه؟ منحني. هنا دلوقتي مسار ايه؟ مستقيم. عندك دلوقتي كليهما. يبقى انا حضرتك يا اما يتحرك في مسار مستقيم او مسار منحني او كليهما. يبقى انا عندي يا دكتور يا ترى ايه ابسط واحده فيهم؟ امي دايما كانت تقول لي الطريق المستقيم هو الطريق السهل، مشي في الطريق المستقيم. يبقى انا عندي ده ابسط واحد فيهم، الطريق المستقيم اللي في اتجاه واحد ابسط اتجاه فيهم او ابسط واحد فيهم. يبقى انا عندي الحركه في اتجاه واحد يا اما تكون في خط مستقيم او منحني او الاثنين مع بعض. طب ايه ابسط انواع الحركه؟ قال لي والله ابسط انواع الحركه دي هي في اتجاه واحد اهو في خط مستقيم. تعرف القطر عمال بيتحرك في اتجاه واحد في خط مستقيم. طب حلو، ليه يا دكتور؟ هقول لك مثال ان حركه المترو ده مثلا مثال، او حركه القطر ديت مثال على الحركه في اتجاه واحد. يعني ايه الحركه في اتجاه واحد؟ انت حضرتك دلوقتي الحركه في اتجاه واحد يعني الحركه يا اما بيتحرك للامام يا اما بيتحرك عندنا للخلف في اتجاه واحد اهو. المسار بتاعه يا اما يكون في مسار مستقيم يا اما يكون في مسار منحني او كليهما. يبقى لما اجي اقول لك تعتبر حركه المترو، اول تعليله معايا دلوقتي، تعتبر حركه القطار او تعتبر حركه المترو من امثله الحركه في اتجاه واحد، هتعرف له ايه هي الحركه في اتجاه واحد؟ لان هقول له القطر بيتحرك يا اما للامام يا اما للخلف في مسار مستقيم او مسار منحني او كليهما. يبقى أنا حضرتك دلوقتي عرفته ايه هي اصلا الحركه في اتجاه واحد. القطر بتاعي بيتحرك قدام او ورا، ده الحركه في اتجاه واحد. الحركه في اتجاه واحد يا اما بيتحرك للامام يا اما بيتحرك للخلف، يا اما في مسار مستقيم او مسار منحني او كليهما. طب حلو يا دكتور زي الفل. تعال بقى دلوقتي ندخل على الجزئيه اللي بعدها، السرعه يا معلم. انا لما اجي اتكلم معاه دلوقتي واقول لك ادي عندي عربيتين، عربيتين، عربيه حمراء وعربيه زرقاء. قال لي والله ان العربيه الحمراء ديت بدات من هنا والعربيه الزرقاء بدات من هنا. قال لي ان العربيه الحمراء دي مشت 100 متر في زمن 5 ثانيه. طب تعال نشوف العربيه الثانيه. العربيه الثانيه مشت 50 متر في 5 ثانيه. يعني انا مثبت الزمن، يعني الزمن هنا قد الزمن هنا، ولما انا مثبت الزمن غيرت المسافه. قال لي والله انت حضرتك دلوقتي العربيه ديت مشت مسافه اكتر، فعشان كده العربيه ديت هي اسرع لانها مشت مسافه اكتر، قطعت مسافه اكتر. ما ينفعش اقول مشت بقى، لانها قطعت مسافه اكتر في نفس الزمن. الزمن ثابت ولكن المسافه اتغيرت. يبقى ليه حضرتك العربيه الحمراء اسرع من العربيه الزرقاء؟ لانها قطعت مسافة أكبر في نفس الزمن. ما أنا مثبت الزمن، الزمن هنا 5/10، 5/10 حضرتك 5/100، والزمن هنا دلوقتي 5/100. طب حلو، إنما حضرتك المسافة دي أكبر من المسافة دي، فبالتالي السرعة بتاعت ده أكبر. طب حلو، نيجي بعد كده على العربيتين التانيين هم. جيت والله خليتهم يبدأوا من هنا، الاتنين مشوا 100 متر. قال لا، الاتنين مشوا 100 متر، ايوه يا دكتور.
يبقوا زي بعض. استنى استنى استنى، الاولانيه مشت في مسافه 5 من 100، والتانيه مشت في 10. يعني انا مثلا اعتبرت دي مثلا وليكن 5 ثواني حضرتك دلوقتي، وديت حضرتك 10 ثواني. دي مش 5 من 100، دي 5 ثواني، دي 5 ثواني. دي حضرتك 5 ثواني ودي 10 ثواني. يعني ديت بص قطعت مسافه 100 متر في 5 ثواني، دي قطعت 50 متر في 5 ثواني. مين الاسرع؟ اكيد اللي قطعت 100 متر في 5 ثواني هي الاسرع، لانها قطعت مسافه اكبر. هنا حضرتك دلوقتي انا مثبت المسافه واحده، ولكن ده خدتها في وقت اقل، يعني وصلت بسرعه في وقت اقل. يبقى انت حضرتك ديت اسرع، لانها قطعت نفس المسافه ولكن الزمن بتاعها اقل. يبقى انا دلوقتي يا دكتور لما اجي اوصف السرعه بوصفه بحاجتين، يا اما بوصفه بالمسافه يا اما بوصفه بالايه؟ بالزمن. والله اللي مسافته كبيره، اللي بيقطع مسافه كبيره في زمن قليل، في زمن قليل، الزمن اقل لحضرتك دلوقتي، دي اللي سرعته عاليه، ده اللي سرعته ايه؟ عاليه. يبقى تعالى نيجي نبص معايا دلوقتي نشوف. بيقول لي حضرتك في الحاله الاولى اذا تحركت السيارتان لمده 5 ثواني، هنا 5 ثواني وهنا 5 ثواني، السياره الحمراء قطعت ال5 ثواني في 100 متر، قطعت ال 100 متر قصدي في 5 ثواني، والسياره الزرقاء قطعت مسافه 50 متر في 5 ثواني. مين الاسرع؟ والله السياره الحمراء، لانها قطعت مسافه اكبر 100 متر في نفس الزمن. طب حضرتك دي قطعت السياره مسافه 100 متر، الاثنين 100 متر، الاولى في 5 ثواني والثانيه في 10 ثواني. والله لا، اللي قطعتها في 5 ثواني هي اسرع، لانها قطعت نفس المسافه في زمن اقل. يبقى عشان اوصف السرعه دلوقتي يا اولاد لازم لي عندي هنا حاجتين، المسافه والزمن. يبقى عشان اجيب السرعه دلوقتي، السرعه السرعه يا معلم بتساوي المسافه على الزمن. بقول لك ايه، تعالى نقسم الشاشه بتاعتنا كده، يلا بينا. لما نيجي نقسم الشاشه بتاعتنا كده يا معلم اهو، تعال بس كده اطلع بره الليله دي كده، تعال نقسم الشاشه بتاعتنا كده، يلا بينا. تكنولوجيا، يلا بص 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 التكنولوجيا، بص 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 بص، مش راضيه تيجي. بص التكنولوجيا يا معلم اهي. هنيجي نقسم الليله بتاعتنا كده زي ما انت حضرتك ايه، زي ما انت سيادتك شايف. هوب هوب هوب، تعالى كده، يا دي النيله، معلش احنا اسفين، معلش احنا بنتكلم. جينا قسمنا الدنيا بتاعتنا اهوت يا ولاد. هيجي اقول لك حضرتك دلوقتي احنا عايزين نتكلم على مين؟ عايزين والله انا كنت بقول لسيادتك دلوقتي احنا بنوصف السرعه. عندي دلوقتي جيت وصفت السرعه يا دكتور، وصفت السرعه ديت بايه؟ قلت والله بالمسافه، او بالمسافه ماشي على الزمن. هو قطع مسافه قد ايه في زمن قد ايه؟ كده بقول لك ايه، تعالى دلوقتي احنا عايزين نشير ليهم بشويه رموز. قلت له والله السرعه دي، السرعه هنرمز لها بالرمز عين، والمسافة هنرمز لها بالرمز مين، والزمن هنرمز لها بالرمز زين. يبقى انت ممكن تيجي تقول لي دلوقتي عين بتساوي ميم على زين، يبقى السرعة بتساوي المسافة على الزمن. قلت له اه. قال لي بقول لك ايه، احنا عايزين تعريف ليها. تعريف من غير ما تحفظ؟ ايوه. يلا بينا نبدأ نجيب تعريف للسرعة. مش السرعة بتساوي ايه؟ المسافة. يبقى المسافة المقطوعة في الزمن، يبقى المسافة اللي بتيجي تقطعها خلال الزمن، يبقى المسافة اللي بيجي يقطعها الجسم خلال وحدة الزمن. يبقى المسافة المقطوعة خلال زمن معين اهو يا دكتور. يلا بينا، المسافة المسافة المقطوعة ماشي خلال زمن معين. هل انت حفظت حاجة؟ لا يا باشا، احنا جينا من القانون بتاعها عرفنا. يبقى المسافة اللي انت بتيجي تقطعها في زمان معين. ممكن اعرفها تعريف تاني؟ ايوه، ممكن نجيبها من تحت لفوق. المعدل الزمني، الزمن للتغير في المسافة، ما هي المسافة اتغيرت، يبقى المعدل الزمني للتغير في المسافة. يبقى احنا ممكن نقولها المعدل الزمني للتغير في المسافة. يبقى أنا عندي دكتور السرعة دلوقتي لها تعريفين. أنا جبت القانون بتاعها؟ أيوه جبت القانون بتاعها. سرعة بتساوي مسافة على زمن، السرعة عين والمسافة ميم السرعة عين والمسافة مين والزمن نون.
يبقى السرعه هي المسافه المقطوعه خلال وحده الزمن. طب يا دكتور ممكن اقولها تاني؟ المعدل الزمني للتغير في المسافه. طب جميل، بقول لك ايه، احنا عايزين دلوقتي المسافه ديت هتيجي دلوقتي يا دكتور، هنعمل اصلا مربع، هنعمل اصلا مثلث. المثلث بتاعي هيبقى عباره عن ايه؟ اهو ده المثلث اللي احنا باذن الله هنبدا نشتغل عليه. ايه هو المثلث بتاعي يا معلم؟ قلت له والله يا دكتور، انا لما عاوز اجيب السرعه بتساوي المسافه على الزمن اهو، وطبعا تحت دي ضرب. يبقى انا لما اجي اقول لك هات لي السرعه بتساوي مسافه على زمن. طب والله هات لي الزمن بتساوي مسافه على سرعه. طب عايز المسافه سرعه في زمن. عارف انت المثلثات، هنبدا نتكلم على مثلثات يا باشا، وهنبدا نظبط الدنيا وطرفين في وسطين والدنيا تبقى تمام باذن الله. تيجي طب بقول لك ايه، تعالى نبدا نشوف عندي هنا السرعه دي اللي هي اصلا بتساوي المسافه على الزمن. المسافه دي بنقيسها بالايه؟ والله بنقيسها بالمتر. والزمن ده بنقيسه بالايه؟ بالثانيه. يبقى السرعه دي ممكن نقيسها بالمتر على الثانيه، او المتر لكل ثانيه. تيجي واحد تاني يقول لي والله انا باجي اقيس المسافه ديت بالكيلومتر، وباجي اقيس الزمن ده بالساعه، فانا ممكن اقيسها والله كيلومتر لكل ساعه. طب حلو يا دكتور زي الفل، ايه المشكله بالنسبه لك هنا؟ قال له والله بقول لك ايه، هو ممكن يديني عندي هنا المسافه دي، ممكن عندي دلوقتي يديني المسافه دي، ممكن والله العظيم يديها لي بالمتر، ممكن يديها لي بالكيلومتر. ازاي احول يعني يا دكتور؟ قلت له استنى، تعالى يا باشا. انت حضرتك دلوقتي المسافه يا اما هتقيسها بالسنتي، يا اما هتقيسها بالمتر، يا اما هتقيسها بالكيلومتر. طب والزمن؟ قال له والله الزمن ده يا اما يكون بالثانيه، يا اما يكون بالدقيقه، يا اما يكون بالساعه. طب حلو جميل جدا زي الفل. تاني بقول لك ايه، يلا بينا. اول حاجه، انا لما اجي احول من كيلو متر لمتر، من الكبير للصغير، اجي احول من الكبير للصغير. الكيلومتر ده يا ابني فيه كام متر؟ قال له والله الكيلومتر ده يا دكتور فيه 1000 متر اهو. يبقى الكيلومتر عشان تيجي تحوله لمتر بتضرب من الكبير للصغير، بتضرب الكيلومتر فيه كام متر؟ 1000 متر والله. طب المتر ده فيه كام سنتي؟ قال له والله المتر الواحد فيه 100 سنتي. يبقى عشان تحول من الكبير للصغير بتضرب. عشان احول من الكيلومتر للمتر ضربت في 1000. عشان احول من المتر للسنتي ضربت في 100. بقول لك ايه، تعالى دلوقتي انا عايز احول من السنتي للمتر. هقسم والله، هقسم على ايه؟ على 100. ما انا بحول من الصغير، ما انا بحول من الصغير للكبير، هنقسم. طب انا عايز احول من المتر للكيلومتر، هقسم والله يا دكتور، هقسم على الالف. طب حلو يا دكتور زي الفل. يبقى انا عندي دلوقتي حاجتين، انا عايز احول من الكبير للصغير بضرب، عايز احول من الكبير للصغير بضرب، من الكيلومتر للمتر بضرب في 1000، من المتر للسنتيمتر بضرب في 100. طب عايز احول من السنتي للمتر بقسم على 100. عايز احول من المتر للكيلومتر بقسم على مين؟ بقسم على 1000. قلت لي حلو. بقول لك ايه، انا عايز دلوقتي اعرف الساعه دي فيها كام دقيقه؟ والله فيها 60 دقيقه، يبقى هضرب في 60. والدقيقه دي فيها كام ثانيه؟ والله فيها 60. تعرف يا اسطى، لو انت عايز تحول من كيلو متر لسنتي هتضرب في 1000 في 100. لو عايز تحول من الساعه للثانيه تضرب في 60 في 60. طب انا عايز احول من الثانيه للدقيقه بقسم على 60. طب انا عايز احول من الدقيقه للساعه بقسم على 60. دي وحدات القياس. يبقى وحدات القياس عندك دلوقتي بص، يا اما بالكيلومتر يا اما بالمتر يا اما بالسنتي. وهنا وحدات الزمن الساعه يا دقيقه يا ثانيه. عايز احول من الكيلومتر للمتر بضرب في 1000، من المتر للسنتي بضرب في 100، العكس بتقسم. طب عايز احول من الساعه للدقيقه بضرب في 60، من الدقيقه للثانيه بضرب في 60. عايز العكس، من الثانيه للدقيقه بقسم على 60، من الدقيقه على الساعه بقسم على 60. طب حلو، انا يا باشا عندي هنا ديت وحدات القياس زي ما انت حضرتك شايف. عندي هنا من السنتيمتر للمتر بقسم، من المتر للكيلومتر بقسم، وهكذا. انا بقى دلوقتي عايز اعمل حاجه خطيره.
ايه الحاجه الخطيره يا دكتوره اللي انت عايز تعملها؟ قلت له والله بص معايا كده يا معلمي، بقول لك ايه، انا عايز دلوقتي يا معلم اجي احول من، عايزين نكتب بس كده اهوت يا بنميل، ايه ده، ايه ده، عايزين بقى نحول دلوقتي من الكيلو متر لكل ساعه للمتر لكل ساعه. في حاجه غريبه، في حشره كده، يعني في حشره غريبه، حول الله يا رب. عايز بقى نحول دلوقتي من الكيلو متر على الساعه، بص معايا دلوقتي على التحويله الجامده دي عشان هتلاقيها باذن الله في المساء. عايز انا احول دلوقتي منين لفين يا دكتور؟ من، بص معايا كده يا معلم، قال لي والله من الكيلو متر لكل ساعه ل، بص معايا، للمتر لكل ثانيه. بص يا معلم، عايز احول من الكبير للصغير بضرب في الصغير، يعني هضرب في 5 على 18. عايز احول من الصغير للكبير، عايز احول من الصغير للكبير بضرب في الكبير 18 على الخمسة. بقول لك ايه، انا مش فاهم حاجه، من حقك ما تفهمش حاجه. تعال، انا عايز احول من الكيلو متر للمتر، مش الكيلو متر ديت فيها 1000 متر؟ ايوه يا معلم، يبقى انا ضربت في 1000 على، مش الساعه ديت فيها 60 ثانيه؟ ايوه يا معلم، يبقى انت حضرتك لا، 60 دقيقه والدقيقة فيها 60 ثانية، يبقى 60 دقيقة والدقيقة فيها 60 ثانية. آلة حاسبة، لو أنت جبت آلة حاسبة ضربت عندي هنا في 1000 على 60 في 60، تعالى يا باشا نجيب لك أحلى آلة حاسبة دلوقتي أهو. تعالى بس كده نطلع ونجيب لك أحلى آلة حاسبة. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. الآلة حاسبة الكاسيو اللي أختي لسه جايباها. أختي سبحان الله، أنا عندي قعدة آلة حاسبة من وأنا في أولى ابتدائي لحد ما خلصت ثانوي، واختي كل سنه بتجيب آلة حاسبه جديده. يبقى انا ضربت في 1000 اهوت يا معلم. احنا عايزينها بتاعتين فوق بعض، هي فين؟ معلش بقى احنا بنتعلم اهو. ديت يا باشا ضربنا في 1000 على ال60 في 60. بص يا اسطى هتطلع بكام؟ بص هتطلع بكام؟ اللي هي الرقم ده، الرقم ده اللي هو عباره عن ايه؟ 5 على 18. بص تعالى كده نكتب 5 على 18 يا معلم، 5 على 18 هوبا طلع بنفس الرقم. يبقى انا بدل ما اقعد اعمل التحويله دي كلها، عايز اضرب دلوقتي، او عايز احول من الكيلو متر لكل ساعه للمتر لكل ثانيه. هنضرب في كام؟ هنضرب، بص عايز احول من الكبير للصغير، هضرب في الصغير، هضرب عندنا في الصغير، هضرب في كام؟ في 5 على 18. عايز احول من الصغير للكبير، هتعكسها، هضرب في 18 على 5. يبقى تاني عشان ما تنساش، عايز احول من كيلو متر لكل ساعة للمتر لكل ثانية، من الكبير للصغير بضرب في الصغير. عايز احول من الصغير للكبير بضرب في الكبير، يبقى عايز احول من الكبير للصغير بضرب في الصغير. عايز احول من الصغير للكبير بضرب في الكبير، اللي هو كام؟ في 18 على 5. احسبها يا معلم كده واكتبوا لي تحت في الكومنتات عرفت تحسبها ولا لا. ولو انت وصلت معايا لحد هنا فانت لازم تعمل لايك وتبعت الفيديو لكل زمايلك. بيقول لي دلوقتي يتساوى مقدار، متى يتساوى مقدار السرعة مع مقدار المسافة؟ هكتب له القانون، السرعة بتساوي المسافة على الزمن. امتى السرعة بتساوي المسافة؟ لما الزمن ده يكون واحد. يبقى عندما يقطع المسافة خلال وحدة الزمن، وحدة الزمن دي بقى سواء 1 دقيقة، 1 ثانية، حضرتك ساعة، مش فارقة، هتكون السرعة بتساوي مين؟ بتساوي المسافة. تعال بيقول لك ما معنى قولنا أن، كلمة ما معنى، يبقى أنت هتشوف طائرة تتحرك بسرعة، يبقى أنا هعرف السرعة. السرعة هي عبارة عن إيه؟ المسافة التي يقطعها الجسم في زمن معين، أو أو المعدل الزمني للتغير في المسافة. هتيجي تقول له دلوقتي المعدل الزمني للتغير في المسافة، شوف المعدل الزمني للتغير في المسافة، وهتحط دلوقتي يا إما هقول له إيه؟ الطيارة دي بتيجي تقطع مسافة 500 كيلو متر في الساعة الواحدة، أو المعدل الزمني للتغير في المسافة بتساوي 500 كيلو متر. تمام يا حبيب قلبي؟ تمام يا دكتور زي الفل. يبقى أنا معايا دلوقتي لما يجي يقول لك تتحرك بسرعة، تتحرك بسرعة، يبقى هبدأ أقول التعريف إن الطيارة تقطع مسافة قد إيه؟ 500 كيلو متر في الساعة الواحدة، وده تعريف السرعة. لو جه بقى قال لي سيارة تقطع مسافة 100 متر في زمن قدره 2 ثانية، والله هو مديني التعريف بتاع السرعة،
فانا هقول له ان السرعه هنا بتساوي المسافه على الزمن. المسافه كام؟ المسافه 100 متر. الزمن كان 2 ثانيه، يبقى 50 متر لكل ثانيه. يبقى السياره بتتحرك بسرعه تساوي 50 متر لكل ثانيه. يبقى انت حضرتك دلوقتي جيت اتكلمت معايا دلوقتي على ايه؟ على السرعه. حلو قوي قوي قوي. تعال بقى دلوقتي نبدأ نشوف ايه اللي هيحصل في الحالات اللي قدامنا دي. كل ده هنفكر بعقلك، انت مش هتحفظ حاجة. انا عايزك تفكر بعقلك. باشا تقول لي ده افكر بعقلي؟ ده انا عقلي ده مع الكتكوت. كتكوتة ايه يالا يا جزمة يا قديمة؟ انت لسه في ثالثة اعدادي. لما تدخل كده ان شاء الله بعد 10 سنين ان شاء الله يعني كده، انت يا بنت عندك 16 ايه؟ انت يا بنت عندك 15 سنة يخرب بيتك. مرتبطة ايه وبتحب؟ يلا يخرب بيت اللي خلفوكي. وانت يا اسطى حرام عليكم، اجيال مهببه ب 60 ليله والله العظيم. ما تذاكر يلا وتشغل دماغك. انا لما كنت قدك كده وكنت في ثالثه اعدادي كنت بذاكر وكنت بنزل اشتغل وكنت بطلع من الاوائل، كان ربنا كرمني. اهم حاجه يا اسطى خلي بالك، اهم حاجه واهم حاجه ليك واهم حاجه ليك الصلاه. اوعى تفوت صلاه. انت حضرتك الصلاه دي هي اللي هتخلي ربنا يكرمك. ويا سلام يا سلام يا سلام لو كل يوم حفظت لك صفحه ولا صفحتين قران، يا لهوي. يا سلام على الجمال، يا سلام على التحفه. والله العظيم ربنا يكرمك يا ابني لو عملت كده. تعالى معايا، بيقول لك قطع جسم متحرك نفس المسافه التي تحركها في نصف الزمن. هو عايز ايه اللي هيحصل للسرعه؟ بص معايا كده. ايه اللي هيحصل عندي هنا للسرعه؟ قال لي يا باشا قطع نفس المسافه. نفس المسافه يبقى عوض عنها بواحد. والله التي تحركها في نص الزمن أو نص الزمن مقام المقام بسط. يبقى السرعة هتساوي 2. يبقى السرعة زادت للضعف. ما هو أصلا يا ابني عايز أقول لحضرتك حاجة. مش أنت واخد معايا دلوقتي يا دكتورة يا قلب الدكتورة معايا من جوه هنا اهو. طب هو مش راضي يعمل ليه؟ انت واخد معايا دلوقتي يا قلب الدفترة ان السرعة دي اصلا بتساوي المسافة على الزمن. يبقى السرعة مع المسافة او السرعة مع المسافة عندي هنا علاقة طردية. تمام تمام زي الفل. لما حضرتك دلوقتي او المسافة هنا، خلي المسافة تحت. يبقى لما المسافة تزيد السرعة هيحصل لها تزيد، ولكن لازم تبقى مثبت الزمن. طب ايه اللي هيحصل عندي هنا؟ بص بص بص. لما الزمن يزيد بالنسبة للسرعة، لما تزود الزمن مع ثبات المسافة هتبدأ تقل السرعة. العلاقة بينهم علاقة عكسية، دي علاقة طردية، دي علاقة اسمها علاقة عكسية. انت حضرتك دلوقتي بتتكلم معايا على ايه يا دكتورة؟ انا دلوقتي بص بتكلم اهو. يبقى انا لما قللت الزمن السرعة زادت اهو. قعد يعمل حوار في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية وقعد يعوض عنهم، لا ولا أي حاجة. يبقى تزداد سرعة الجسم المتحرك للضعف بس. يبقى ماذا يحدث؟ هتعوض كده يا باشا، هتقول له والله بما إن الزمن قل للنص والزمن يتناسب عكسيا مع السرعة، فإذا السرعة زادت للضعف. تعالى واحدة ثانية، يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى على اللي بعدها. قال له والله استغرق جسم متحرك. العين عندي هنا يا باشا اهوت ضعف الزمن عندي هنا والله بقى 2 لقطع نص المسافة. والله ديت في المقام، نزلها عندي هنا في المقام. يبقى انا عندي العين دلوقتي بص 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 هتقل للربع. يبقى السرعة بتقل للربع. ان هقول له والله دلوقتي ايه ضعف الزمن. لما تزود الزمن للضعف، زودت الزمن للضعف، السرعة تقل للنص. طب انا قللت كمان المسافة للنص، يبقى السرعة قلت كمان نص. نص في نص بربع. يبقى أنا عندي السرعة قلت إلى الربع زي ما أنا جايبها لك كده بالطريقة ديت حضرتك، ما فيهاش أي صعوبة. هو هنا بالنسبة لك يا باشا تطبيق. قال لي يا باشا بص، الأولانية المسافة عندي هنا 20 متر، المسافة عندي هنا جت قلت بقت 10، يعني قلت للنص. والزمن والله كان 1 زاد للضعف. يبقى السرعة انت بتجيب مسافة على زمن، يبقى 20 على الواحد 20. حضرتك دلوقتي برضو العين بتساوي مسافة على الزمن. المسافة بكام؟ المسافة ب10. المسافة بكام؟ المسافة ب10. والزمن كام؟ الزمن عندي هنا 2، يبقى 5 متر لكل ثانية. يبقى هنا والله كان 20، هنا بقى 5، يعني قلل الربع. والموضوع سهل والموضوع بسيط، ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش اي صعوبه. تعال بقى دلوقتي ندخل على اللي بعده. مما سبق احنا جينا بصينا دلوقتي من اللي احنا شفناه دلوقتي
لو انا زودت المسافه هزود السرعه، والله ولا لو زودت الزمن بقلل عندي هنا السرعه. يبقى انت يا باشا لما اجي اتكلم معايا دلوقتي المسافه والسرعه مع بعض علاقه طرديه لما اكون مثبت الزمن. طب لما اجي اتكلم معاه دلوقتي هقول له والله الزمن والسرعه لما اثبت المسافه علاقه عكسيه، يبقى كلما زادت المسافه المقطوعه زادت السرعه، كلما زاد عندي هنا زمن الحركه قلت السرعه، والعكس صحيح عندي هنا يا دكتور. يبقى انا لما اجي اتكلم معاه دلوقتي لما المسافات تزيد السرعه تزيد، لان يا باشا ديت في البسط. انما لما اجي اقول لك لما الزمن يزيد السرعه تبدا تقل، تعال دلوقتي نبدا نشوف علل. تزداد سرعه الجسم المتحرك كلما زادت المسافه. هتكتب له والله عندي هنا القانون السرعه بتساوي المسافه على الزمن، وهتقول له والله ان السرعه تتناسب تناسب طردي مع المسافه، فكلما زادت المسافه زاد السرعه عند ثبوت الزمن. طب تعال تزداد سرعة الجسم المتحرك كلما قل الزمن. هتقول له السرعة بتساوي المسافة على الزمن، والله إن السرعة تتناسب تناسب عكسي مع الزمن، فكل ما تزود الزمن هتقل السرعة، لأن السرعة تتناسب عندي تناسب عكسي مع الزمن، فكل ما تزود عندي هنا الزمن هتقل السرعة، وكل ما تقلل الزمن هتزود السرعة، اللي عكس بعض. بس هقول له يا باشا لأن السرعة تتناسب عكسي مع الزمن. طب حلو يا دكتور زي الفل، الموضوع سهل والموضوع بسيط يا قلبي. تعالى بقى دلوقتي ندخل معايا على المسائل، يلا بينا. بقول لك ايه يا نجم، تعالى كده نبدأ نقسم الشاشة بتاعتنا لنصين حلوين، ونبدأ نشوف المسألة، ونبدأ حضرتك دلوقتي نطبق بإيدينا. أنا لما أجي أطبق بإيديا معاك دلوقتي هتلاقي إن الموضوع سهل وإن الموضوع بسيط. أول حاجة بيجي يقول لي عندي هنا سيارة تعمل بالطاقة الشمسية لتقطع مسافة 100 متر، يبقى أنا عندي المسافة عندي هنا يا دكتور بتساوي 100 متر. طلع معطياتنا. قال لي والله في 4 ثواني، الزمن عندي هنا دلوقتي بيساوي 4 ثانية. اكتب المقص بتاعك أو اكتب عندي هنا المثلث بتاعك. السرعة بتساوي المسافة على الزمن. انت عايز تجيب مين يا معلم؟ بيقول لي عايز السرعة بتاعت السيارة، يبقى انا عايز السرعة، يبقى السرعة بتساوي المسافة على الزمن. حضرتك المسافة كام؟ المسافة 100. والزمن كام؟ الزمن 4 ثواني. يبقى يلا اقسم كده يا معلم، 100 على الأربعة فيها 25. بص لازم تقول الوحدة، لازم تقول وحدة القياس، لو ما كتبتهاش هتنقص درجات. يبقى متر لكل ثانية، واخد بالك؟ اهو متر على الثانية، متر والثانية. طب حلو، دي أول مسألة. تعالى بعد كده على اللي بعدها. هو المسألة اللي بعدها هو كاتبها لك عندك دلوقتي، عايزك انت اللي تعملها. يلا بينا انا اللي اعملها يا دكتور. بقول لك ايه، قال لي سلحفة تتحرك سلحفة مقدار 2 سنتي لمدة 10 دقائق، عايز المسافة التي قطعتها السلحفة. والله هو قال لي بص 2 سنتي لكل دقيقة لمدة 10 دقائق. والله المثلث بتاعنا السرعة المسافة الزمن، هو عايز مين؟ عايز المسافة. المسافة بتساوي ايه؟ بتساوي السرعة في الزمن، يبقى انا عايز المسافة بتساوي السرعة في الزمن. فين المسافة يا دكتور؟ اهي المسافة، ان انا عايز بتساوي السرعة في الزمن 10 دقيقة. اهو حضرتك دلوقتي، يبقى انا هتحرك دلوقتي قد ايه؟ هتحرك 20 سنتي اهو، يبقى المسافة 20 سنتي. طب تعالى بقى دلوقتي نبدأ نبص على المسألة اللي بعدها. قال لي بقول لك ايه، عايز نحسب الزمن، وانت عارف طبعا عشان تجيب الزمن مسافة على سرعة من القانون بتاعنا. طب تعال، ما الزمن الذي تستغرقه السيارة تتحرك بسرعة؟ يبقى انا عندي هنا يا باشا العين بتساوي 28 متر لكل ثانية، مسافة قدرها 100 متر، المسافة بتساوي 1008 متر، 1008 متر. هتيجي تقول له والله انت حضرتك هتيجي تحسبها ازاي يا دكتور؟ هتيجي تقول لي الزمن بتساوي المسافة 1008 على 28، وهتطلع حضرتك دلوقتي بالثانية 1008 على 28. تعال نحسبها كده يلا، 1008 على 28 اهو، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. انت لازم في حصة العلوم بعد كده بإذن الله لازم برضو اجيب الحاسبة بتاعتي. 1000
و8 على 28 هتطلع ب 36. يبقى انا دلوقتي يا دكتور بقول لك احنا ممكن نجيب الآلة الحاسبة، نقسم الشاشة بالنص بالآلة الحاسبة ونسهل دماغنا. اهو يا معلم بص كده، تعال لسه اهي، تعالى كده يا معلم اهو، على حاسبتك هنا وانت يا باشا هنا. ايه ده اهي على حاسبتك يا معلم، وابدا احسب معايا، هتلاقي ان الموضوع سهل والموضوع بسيط. يبقى انت لما تيجي تحسب طلعت بكام؟ طلعت والله ب 36 ثانيه يا دكتور. تعالى بعد كده على السؤال اللي بعد، قال لي والله تحركت طياره من احد المحافظات، ماشي، وقطعت مسافه 846 كيلومتر. قطعت مسافه ايه؟ 846 كيلومتر. ديت مين؟ ديت المسافة خلال 1 ساعة، يبقى الزمن بيساوي 1 ساعة. لتصل لمطار القاهرة. احسب عندي هنا السرعة التي تحركت بها بوحدة الكيلومتر لكل ساعة. الكيلومتر لكل ساعة يا ابني والله هو عايز، بص، السرعة بتساوي المسافة على الزمن. المسافة 846 على الزمن اللي هو 1، يبقى 846 كيلو متر لكل ساعة. سهلة؟ سهلة. عايز تحولها بقى للمتر على الثانية، من الكبير للصغير بضرب في الصغير. اه يا معلم، يبقى عندي هنا السرعة بوحدة المتر لكل ثانية. هتجيب حضرتك السرعة عندي هنا بالكيلومتر لكل ساعة، 846 هضرب في مين؟ من الكبير للصغير بضرب في الصغير، اللي هو كام يا معلم؟ 5 على 18. شوف بقى على حسبتك، شوف هتطلع بكام. اهو يلا بينا. هي مش راضية ولا ايه؟ اه صح. لازم دلوقتي تيجي عندي دلوقتي. بص يا معلم، 800 اي 846 في 5 ماشي على 18، يبقى طلعت عندي دلوقتي كام يا دكتور؟ طلعت عندي دلوقتي 235. او طلعت معايا كام؟ 235 متر لكل ثانية. شوف طلعت والله ب 235. سهل، مش مستاهله حاجه يا اسطى والله. آلة حاسبه وقوانين. المسائل دي عايزه حاجتين، عايزه آلة حاسبه وعيل المتخلف، والاتنين موجودين. يا باشا والله العظيم سهله ومش مستاهله. على حسب عيل متخلف خطواتك يا معلم، الاتنين موجودين يا باشا. تعالى بينا نشوف السؤال اللي بعد. قال له والله يا عم ماجد ده اهو، تعالى بس نصغر الحاسبه شويه لو ينفع. لا مش هينفع. عم ماجد ده اهو ماشي بسياره، والسياره بتاعته سرعتها 50 كيلومتر للساعه، بينما ليلى بتسافر بسياره اخرى 22 متر لكل ثانيه. بيقول لك وضح بالحسابات الرياضيه اي السيارتين اسرع. عايز اشوف السرعه بتاعت الاثنين. يا اما السرعه دي احولها لليلى، يا اما السرعه دي احولها لعم ماجد. بقول لك ايه يا عم ماجد، احنا نجيب السرعه بتاعتك يا عم ماجد بالمتر لكل ثانيه ونريح نفسينا، عشان احول الكيلومتر لكل ساعه للمتر لكل ثانيه، من الكبير للصغير بضرب في الصغير. يبقى احنا هنيجي نضرب عندنا في 5 على 18، ويلا طلع يا معلم. بص معايا كده، يبقى 50. انت رايح فين؟ رايح فين؟ ارجع يا معلم. اهو سبريت مود، ارجع تاني يا معلم. لا 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 لا. ماشي يلا بينا. انت حضرتك دلوقتي كنت بقول لك عندي هنا معلم، بص 50 معلم. خ... في عفريت بقى على الشاشة، في عفريت، فيها شاشة. حول يا رب. في عفريت، في عفريت، والعفريت ده احنا مش هنعرف نطلعه بسهوله. فانت يا باشا لما تلاقي عفريت على الشاشه قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واقعد كده اقرا الاذكار في سرك، عشان الشاشه دي ملبوسه اصلا، واحنا عمالين نصور بالليل، فممكن العفريت يطلع في اي لحظه. انا غير مسؤول عن هذا يا ابني. تعالى بقى دلوقتي اهي يلا بينا. شوف عليها عفريت زي ما انا جيت قلت لك يا ابني. بص معايا كده يلا بينا. اهي قلت لك يا باشا احنا بنيجي نحول دلوقتي ليلى، وعندي هنا مين؟ عم ماجد.
هنيجي نحول عم ماجد لمتر لكل ثانيه. يبقى انا عندي دلوقتي عم ماجد بيتحرك ب50 في، تضرب في الصغير في 5 ماشي على ال18. يبقى انا عندي عم ماجد ده اهو بيتحرك اهو. تتحرك عندي هنا عم ماجد بيجي يتحرك بسرعة كام؟ 13.8 متر لكل ثانية. حلو. يبقى وضح بالحسابات الرياضية أي السيارتين أسرع. يبقى أنا جبتها عندي دلوقتي بالطريقة دي. يبقى الأسرع الولية ست ليلى. يبقى ليلى هي الأسرع من ماجد. ممكن أجيبها بطريقة تانية؟ أقول له ممكن أجيبها بطريقة تانية. ممكن احول ليلى دي واضربها عندي هنا من الصغير للكبير، بضرب في الكبير في 18 على 5. يبقى يلا تعال نحول ليلى في 18 على 5. يبقى بص يا معلم، 22 في 18 على الخمسة يبقى تطلع بكام؟ 79.2، اكتر برضو من 50. احسب مقدار الفرق في المسافة. حلو السؤال ده. احسب مقدار الفرق في المسافة. الفرق في المسافة ما بينهم عندي هنا بوحدة الكيلومتر بعد مرور ساعة. مش احنا جبنا ليلى دلوقتي بتيجي تتحرك ب79.2 كيلو متر لكل ساعة، وهو بيتحرك ب50 كيلو متر لكل ساعة. يبقى انا عندي المسافة اللي هتيجي تقطعها عندي هنا في الساعة هنا 50، والمسافة اللي هيجي يقطعها هنا في الساعة 79.2. عايز اجيب الفرق بينهم. ليلى سبقت بقد ايه؟ والله عندنا الكبير ليلى سبقت ب 72 79.2، ناقص الصغير ناقص ال50 هتطلع عندي دلوقتي ب 29.2. يعني ايه يا دكتور؟ انا مش فاهم. ليلى والله يا عم كانت بتتحرك مثلا وليكن ب 80 كيلومتر، وانت سيادتك دلوقتي 50 كيلومتر في الساعه. قال لي والله بعد ساعه انا والله اتحركت 80 كيلومتر وده اتحرك 50 كيلومتر، يبقى الفرق ما بينهم قد ايه؟ 30 كيلومتر بس. ده عندي هنا السؤال. تعالى هنا نبص معايا دلوقتي على السؤال اللي بعده. قال لي والله قطار بدأ رحله طويله 200 كيلو متر في الساعه السادسه صباحا. يبقى انا عندي رحلته قد ايه؟ 200 كيلو متر. بدأ امتى؟ الساعه 6 الصبح. ماشي. بسرعه 40 كيلو متر في الساعه. فمتى يكون موعد وصوله؟ والله موعد وصوله يبقى هو عايز الزمان. الزمن بتساوي ايه؟ والله يا معلم انا عندي دلوقتي المثلث بتاعي ده، عندي هنا المسافه وده عندي هنا السرعه وعندي هنا الزمن. يبقى عايز المسافه على السرعه. المسافه على السرعه. المسافه كام يا معلم؟ قال له والله 200 كيلومتر. 200 كيلومتر. والزمن قد ايه يا معلم؟ والسرعه قد ايه يا معلم؟ 40 كيلومتر. يبقى يلا بينا 200 على 40 اهو. يلا بينا 200 على 40 هتطلع ب5. يبقى الزمن عندنا 5 ساعات. يبقى الزمن اللي هيوصل فيه قد ايه؟ 5 ساعات. ما قالش وصل الساعة 5، قال الزمن اللي هيوصل فيه 5 ساعات. وبدأ الساعة كام؟ بدأ الساعة 6. يبقى الساعة 6 هتزود عليها 5 ساعات عشان تجيب زمن الوصول. يبقى وصل الساعة كام؟ الساعة 11. يبقى أنا أول حاجة جبت الزمن. الزمن بيساوي إيه؟ مسافة على سرعة. لقيت إن أنت حضرتك قطع الليلة دي كلها في 5 ساعات. جيت عايز أجيب موعد الوصول، هيوصل إمتى؟ وبادئ الساعة كام؟ قال له والله بادئ الساعة 6. قعد كام ساعة؟ قعد 5 ساعات. يبقى موعد الوصول الساعة 11 الصبح. قلت لي حلو. يبقى أنا عرفت دلوقتي السرعة، وعرفت كل حاجة دلوقتي يا معلم على إيه؟ على السرعة. وعرفت المسائل بتاعتها. أيوة يا دكتور عرفت المسائل بتاعتها. لو أنت وصلت معايا لحد الجزئية ديت في الفيديو وعايز تريح شوية، عادي مفيش أي مشاكل. ريح ومريح واستريح شوية، وبعد كده أشوفك تاني وأنت راجع تتفرج برضو على نفس الفيديو علشان تكمل معايا اللي جاي. قوم اشرب قهوة كده، اتحرك من مكانك، اعمل لك شوية تدريبات شوية تمارين، استريح شوية، وتعالى دلوقتي نبدأ معايا على أنواع السرعة. ولو أنت واصل لحد هنا ابعت لنا على الواتساب عشان هنكون معاك أول بأول بإذن الله. وهنبدأ معايا دلوقتي على إيه؟ على أنواع السرعة. وأنا عندي السرعة دي أصلا نوعين، سرعة منتظمة وسرعة غير منتظمة. فيلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى بقى دلوقتي نتكلم على انواع السرعه. يعني ايه سرعه منتظمه ويعني ايه سرعه غير منتظمه؟ قلت لك بقول لك ايه. تعال ادي راجل اهوت كان عمال بيتحرك. المره الاولانيه يا معلم جه اتحرك مسافه 1 ثانيه، اتحرك عندي مسافه
5 متر في 1 ثانية. وفي المرة التانية اتحرك مسافة 5 متر برضو في 1 ثانية. وفي المرة التالتة اتحرك مسافة 5 متر برضو في 1 ثانية. والمرة الرابعة اتحرك مسافة 5 متر برضو في 1 ثانية. يبقى بيقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. تعرف أقول لك حاجة؟ لو أنا جيت قلت لك والله في المرة الأولانية عندنا 5 متر ماشي في 1 ثانية، والمرة التانية والله قلت لك بيتحرك 10 متر في 2 ثانية. لو أنا جيت قلت لك حضرتك تعالى احسبها كده السرعة 5 متر لكل ثانية، تعالى احسب السرعة 5 متر في كل ثانية، دي تعتبر برضو مسافات متساوية في أزمنة متساوية. يبقى ايه هي السرعة المنتظمة؟ السرعة يا باشا ثابتة، سرعته ثابتة حضرتك دلوقتي بيتحرك مسافات متساوية في أزمنة متساوية. ودي صعبة الحصول عليها. ليه صعبة الحصول عليها يا معلم؟ صعبة الحصول عليها لأن التغير في أهوال الطريق، تلاقي طريق فيه مكسر، طريق فيه مطبات، طريق فيه إشارة مرور، طريق تاني ما فيهوش إشارة مرور، وهكذا. تعال بقى دلوقتي على السرعة الغير منتظمة. بص معايا على السرعة الغير منتظمة. والله في أول مرة اتحرك يا عم عندي هنا دلوقتي 5 متر في 1 ثانية، 7 متر في 1 ثانية، 9 متر في 1 ثانية، 10 متر في 1 ثانية. يبقى مسافات دلوقتي مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية. يبقى لما الجسم يجي يتحرك مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية يبقى دي سرعة غير منتظمة. أو لما يجي يتحرك عندي هنا بص 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 مسافات متساوية في أزمنة مختلفة. يبقى أنت حضرتك عندي دلوقتي بص، يا إما هثبت المسافة وأغير الزمن، يا اما هثبت الزمن واغير المسافه. انما حضرتك مسافات متساويه في ازمنه متساويه سرعه منتظمه. يبقى لما يتحرك مسافات متساويه في ازمنه متساويه سرعه منتظمه. طب تعالى مسافات متساويه في ازمنه غير متساويه سرعه غير منتظمه. طب مسافات متساويه في ازمنه غير متساويه سرعه غير منتظمه. مسافات غير متساويه في ازمنه متساويه برضه سرعه غير منتظمه. يبقى انا مثبت حاجه ومغير الحاجه الثانيه. تعالى معايا دلوقتي بيقول لك ايه في الحاله الاولى؟ بيجي يتحرك مسافات متساويه في ازمنه متساويه. هنا دلوقتي بيتحرك مسافات غير متساويه في ازمنه متساويه. او بيتحرك عندنا مسافات متساويه في ازمنه غير متساويه. يبقى انا لما اجي اتكلم معايا على السرعه المنتظمه، هي ايه السرعه المنتظمه؟ يتحرك مسافات متساويه في ازمنه متساويه. فلما يجي يقول لك السياره تتحرك بسرعه منتظمه 70 كيلومتر في الساعه، ان السياره تتحرك بسرعه منتظمه لتقطع مسافات متساويه في ازمنه متساويه. مسافات متساويه اللي هي كام؟ 70 كيلومتر في ازمنه متساويه اللي هي كل ايه؟ كل ساعه تقطع مسافات متساويه اللي هي 70 كيلومتر في الساعه. طب تعالى بقى دلوقتي نشوف السرعه الغير منتظمه. قال لي والله السرعه اللي بيتحرك بها الجسم ليقطع مسافات غير متساويه في ازمنه متساويه. او تعالى نثبت الزمن. احنا جينا ثبتنا دلوقتي الزمن مسافات غير متساويه في ازمنه متساويه. طب تعالى نثبت المسافه ليقطع مسافات متساويه في ازمنه مختلفه. يا اما ثبت ده يا اما ثبت ده وغير التاني. يبقى السرعه اللي بيتحرك بيها عشان يقطع مسافات غير متساويه في ازمنه متساويه ثبت الزمن. او مسافات متساويه في ازمنه غير متساويه. قال لي يتحرك المترو بسرعه غير منتظمه. اقول له يا باشا لانه بيتحرك مسافات غير متساويه في ازمنه متساويه. تمام يا دكتور؟ تمام. يبقى انا حاجه غيرتها وحاجه ثبتها. انما عندي في السرعه المنتظمه الاثنين ثابتين مسافات متساويه في ازمنه متساويه. طيب حلو قوي زي الفل يا دكتور. تعال بقى دلوقتي ندخل على اللي بعده. ما الشيء اللي بينتقل بسرعه ثابته في الفراغ؟ عارف انت الموجات الكهرومغناطيسيه؟ عارف انت دلوقتي اشعه الشمس لما تيجي اشعه الشمس عندنا هنا للارض يا معلم اللي هو الضوء موجات كهرومغناطيسيه بيتحرك في الفراغ بسرعه قد ايه؟ 3 في 10 اس 8. 8 ايه؟ متر لكل ثانيه. يبقى بيتحرك كل ثانيه 3 في 10 اس 8 متر لكل ثانيه. بيتحرك بمسافه كبيره جدا 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 يا ولاد. تعالى بينا نبص دلوقتي ونبدا نشوف بيقول لي ايه. بيقول لي عندي والله تحرك جسمي في خط مستقيم بسرعة منتظمة وسجلت المسافات التي قطعها كالتالي. احسب سرعة الجسم. طالما انت هنا عايز سرعة منتظمة والله يبقى السرعة هنا السرعة بتساوي عندي دلوقتي المسافة على الزمن. يبقى السرعة هنا بكام؟ 10 على 5 بتساوي 2 متر لكل ثانية. طب تعالى نحسبها هنا والله المسافة على الزمن اللي هي بتساوي 20 على 10 اللي هي 2 متر لكل ثانية. طب حلو. تعالى بقى دلوقتي يا دكتورة نبدأ نجيب المسافة. هو عايز ايه؟
احنا عندي والله دلوقتي السرعه اللي هي 2 متر لكل ثانيه، وعندي دلوقتي والله اللي هو الزمن، يبقى انا عايز المسافه. وانت عارف ان المسافه بتساوي السرعه في الزمن. يلا يا معلم بالمقص بتاعنا هنيجي نجيب السرعه. انت عايز دلوقتي السرعه اللي هي 2، الزمن مديهولي 15، يبقى المسافه 30 بس. بسيطة جدا جدا جدا. هو عايز دلوقتي الصاد، عايز الزمن. الزمن بيساوي المقصات بتاعتك مسافة سرعة زمن. هو عايز الزمن مسافة على سرعة، يبقى أنا عندي المسافة على السرعة. المسافة بكام؟ 50، والسرعة بكام؟ ب2، يبقى 25 ثانية بس. شوف المسألة سهلة يا باشا. الحاجات دي عايزة إيه؟ عايزة آلة حاسبة وعي المتخلف، والاتنين موجودين. الاتنين موجودين. ده لا ركز معايا. تعال نشوف السرعه اللي قدامنا ده، هي طول مسار اللي قدامنا. قال لي هو يا ترى هي سرعه منتظمه ولا لا؟ تعال في الاول كده معلم. والله قال لي بص ديت مسافه 2 متر في 1 ثانيه، يبقى السرعه بتساوي المسافه على الزمن. يبقى 2 على 1 ب 2 متر لكل ثانيه. طب تعالى هنا من 2 ل 6، يعني في المسافه اللي في النص بينهم 4 متر. 4 على الاتنين والله بتساوي 2 متر برضو لكل ثانية. طب تعالى لما اتحرك من 6 ل 8، يعني 2 متر في كام؟ في 1 ثانية، يعني 2 متر لكل ثانية. طب من 8 ل 14 والله 2 و4 6 على التلاتة فيها برضو 2 متر لكل ثانية. يبقى السرعة ديت سرعة منتظمة. ليه سرعة منتظمة؟ لأنه يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. يبقى إمتى أقول على السرعة دي سرعة منتظمة؟ لما يكون بيقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. حلو يا دكتور، زي الفل، جميل جدا جدا جدا. بقول لك إيه يا معلم، تعالى معايا دلوقتي نبدأ نتكلم معايا. يقول لي يصعب عمليا حركة السيارة بسرعة منتظمة بسبب تغير أحوال الطريق. تلاقي عندنا مطب، تلاقي إشارة مرور، تلاقي الطريق مكسر هنا، تلاقي الطريق حلو بعديه، تلاقي والله عندي هنا لازم نتحرك بسرعة 80 كيلومتر في الساعة، والله هنا نتحرك ب 110 عادي، هنا نتحرك ب 150 عادي، وهكذا يعني. تلاقي الطريق فاضي، تلاقي الطريق زحمة، هكذا. انت عندك الطيارات والسيارات في مجموعة من العدادات هنا. في عداد السرعة عشان تعرف السرعة بتاعتك، عدد المسافة، وعداد عندنا طبعا الضبط، وعداد اللي هو البوصلة كده يعني. طب بيقول لي ايه أهمية وجود عداد اللي هو السرعة؟ عداد السرعة ده ليه؟ عشان أعرف السرعة، بدل ما اقعد اجيب المسافه اللي انا اتحركتها والزمن اللي انا اتحركته واقعد احسبهم على بعض. انا مش فاضي اعمل الكلام ده، انا عايز اعرف السرعه بتاعتي على طول. يبقى انا دلوقتي في عداد سرعه ليه؟ عشان معرفه السرعه مباشره. يبقى انت عندك عداد سرعه عشان تعرف السرعه مباشره. بقول لك ايه، افرض انا بقى دلوقتي عندي حاجه بقى اسمها السرعه المتوسطه. يعني ايه السرعه المتوسطه؟ بص يا معلم، صلى على رسول الله. انا جيت دلوقتي اتحركت، عندي هنا مسافه معينه اهي بزمن معين، واتحركت بعد كده مسافه معينه في زمن معين، مسافه معينه في زمن معين، مسافه معينه في زمن معين، وعايز اجيب السرعه. السرعه بتاعتها كلها، هجيب المسافه كلها على الزمن كله. يبقى هجيب ايه؟ مسافه على زمن. يبقى انت حضرتك لو عايز تجيب السرعه، مسافه كلها على زمن كله، يبقى دي السرعه المتوسطه. يبقى السرعه المتوسطه بحسب المجموع بتاع المسافات على مجموع الازمان. يبقى مجموع المسافات على مجموع الايه؟ الزمن يا معلم. تعال بقى دلوقتي نبدا نتكلم معايا. هتقول لي يا باشا السرعه المتوسطه ديت ضروريه عند عدم الاهتمام بتفاصيل الحركه. طب حلو. بيقول لي لو عربيه استغرقت عندك دلوقتي 2.5 ساعة في إنهاء رحلة. يعني بص أنت قعدت في رحلة دلوقتي يا معلم، وأنت رايح 100 كيلو متر في قد إيه؟ في 2.5 ساعة. طب حلو. تخللها استراحة 15 دقيقة، والله العظيم ريحت 15 دقيقة. يعني كانت سرعتي فيها بصفر يا معلم، يعني أنا ما اتحركتش فيها يا معلم. طب حلو. وتوقفت في إشارة المرور 15 دقيقة، والله توقفت في إشارة المرور كمان 15 دقيقة. طب حلو. ورغم أن سرعة السيارة وصلت في بعض اللحظات إلى 120 كيلومتر في الساعة. ليه يا عم؟ أنا لو جيت حسبت دلوقتي السرعة بتاعتي، هتلاقي يا معلم دلوقتي 100 على 2.5. السرعة بتاعتي شوفها كام؟ شوف 100 على الاتنين ونص كده يا معلم، بص كده. 100 على الاتنين ونص، 100 على الاتنين ونص، احسب يا معلم كده اهوت.
100 على 2.5 طلعت بكام؟ ب 40 كيلومتر في الساعة. دي السرعة المتوسطة يا معلم. إنما عندي دلوقتي السرعة وصلت في بعض الأحيان، قال لي والله 120 كيلومتر في الساعة. طيب، إلا إنه يقال إن السيارة اتحركت ب 40 كيلومتر في الساعة، ليه يا معلم؟ قال لي والله هتكلم على السرعة الغير منتظمة ديت بحاجة اسمها، بمصطلح اسمه السرعة المتوسطة. لا والله ده اتحركت شوية كتير، ووقفت شوية، واتحركت شوية أقل. طب ما تيجي في المصطلح ده كله تجيب لي حاجة اسمها السرعة المتوسطة. يلا بينا. ايه السرعة المتوسطة؟ المسافة الكلية على الزمن الكلي. المسافة كلها على الزمن كله يا معلم. تعال بقى دلوقتي، يبقى انا عندي السرعه المتوسطه هسميها عين شرطه، خلي بالك عين داش. طب بيقول لي سرعه متوسطه لقارب 20 كيلومتر في الساعه، ان المسافه الكليه حضرتك دلوقتي اللي بيقطعها خلال ساعه بتساوي 30 كيلومتر. يبقى المسافه كلها اللي خدها في ساعه واحده 30 كيلومتر. تعال بقى دلوقتي نشوف ايه الامثله عليها. قال لي والله قطع عداء مسافه 100 متر جريا، والله جرى عندي هنا 100 متر، 100 متر في قد ايه؟ في 10 ثانية. ثم عاد لنقطة البداية ورجع تاني لنقطة البداية، يعني 100 متر برضو يا معلم اهم. قطعهم في قد ايه؟ والله قال لي والله كان جاي راجع ماشي بقى في 80 ثانية. احسب السرعة في رحلة الذهاب وهو رايح. والله وهو رايح السرعة بتساوي المسافة على الزمن، يبقى أنا عندي هنا 100 على 10 هتساوي 10 متر لكل ثانية. طب في رحلة العودة وهو راجع يا معلم كده دلوقتي، قال لي والله وهو راجع السرعة بتساوي المسافة على الزمن، يبقى هتساوي 100 على 80، صفر مع صفر يبقى 10 على 8. طب حلو. في رحلة الذهاب والعودة وهو رايح وهو راجع، وهو رايح وهو راجع، يبقى السرعة بقى دلوقتي كلها بتساوي المسافة اللي راحها اللي هي حضرتك 100 زائد وهو راجع اللي هي كانت برضه 100 على الزمن. الزمن كان كام وهو رايح؟ الزمن وهو رايح ب10، والزمن وهو راجع بكام؟ ب80. على حسبتك يا معلم كده. يبقى انت عندك دلوقتي بص اهو 200 على 90، صفر مع صفر يبقى انا عندي 20 على 9. تمام يا معلم؟ تمام يا دكتورة. بقول لك ايه، تعال نخش معايا دلوقتي على المسألة اللي بعدها. يلا بينا. يبقى انا عرفت بص اهو في رحله الذهاب 10 متر على الثانيه، بعد كده 100 على 80، عندنا 200 على 90 2.2 من 10 متر على الثانيه. يبقى انت دلوقتي جبت السرعه وهو رايح والسرعه وهو راجع والسرعه المتوسطه، يعني المسافه كلها على الزمن كله يا معلم. تعال بقى دلوقتي نحسب اللي بعده. بيقول لي والله يا معلم احنا عايزين نحسب. تعالى كده نقسم اللي هو الشاشه عشان انت تبدا تحل معايا برضه. يلا بينا نبدا نقسم الشاشه بتاعتنا الجميله، اهو جينا قسمنا الشاشه بتاعتنا الجميله اهيت. ويلا بينا بسم الله. قلت له بقول لك ايه؟ قال لي يلا تعالى كده افتح كتاب الامتحان معايا مثال 8. قال لي والله احسب السرعه المتوسطه. انا عايز بقى دلوقتي هنحسب السرعه الايه؟ السرعه المتوسطه، عشان بس انا جايب كده عشان نقدر نكتب هنا وهنا. احسب السرعه المتوسطه لجسم يقطع مسافه قدرها 48 متر اهو خلال 12 ثانيه. يبقى انا عندي قال لي والله 84 متر، 84 متر في 15 ثانيه. ثم عاد او ثم عاد 56 متر ورجع 56 متر في كام ثانيه يا معلم؟ والله حضرتك في 12 كام؟ 56 في 8 ثواني اهو، في 8 ثواني. وبعد كده ثم 28 متر في كام يا حبيب قلبي؟ في 4 ثواني. هو عايز دلوقتي بيقول لك ايه؟ احسب السرعة المتوسطة. عايزك دلوقتي السرعة المتوسطة مسافة كلية على زمن كلي، 84 زائد 56 زائد 28 على الزمن كله، 15 زائد 8 زائد 4. احسب يا باشا. لما تيجي تبص كده 84 زائد 56 زائد 28، عندي هنا ماشي وهنا الواحد اللي حضرتك بيبقى عندي 8 100 يا عم الغشاء 168. وعندك دلوقتي 19 و8 ايه
دي 12. عندنا يا باشا مسافه 84 متر في 12 ثانيه، دي 12 ثانيه اصلا. يبقى دي حضرتك ديت 12. 12 و8 20 و4 24. احسب يا باشا الاثنين على بعض، حضرتك دلوقتي تطلع ب7 متر لكل ثانيه. ديت مساله. تعال نجيب مساله تانية. بيقول لي احسب السرعه المنتظمه. عايز السرعه المنتظمه عندي هنا. عايز السرعه اهو. السرعه بتساوي المسافه على الزمن لجسم يتحرك في خط مستقيم ليقطع مسافة قدرها 168 متر خلال 24 ثانية. 168 على 24 هتطلع ب7 متر لكل ثانية. على حسبتك يا باشا هتطلع على طول. يبقى انت حضرتك دلوقتي انا جبت عندي هنا تطلع ب7 متر لكل ثانية و7 متر لكل ثانية. يبقى السرعة المتوسطة بتاع ده زي السرعة المتوسطة بتاع ده، على الرغم ان هي بتختلف. فلما يجي يقول لك متى تتساوى قيمة السرعة المتوسطة لجسم مع قيمة سرعته في أي لحظة لما يتحرك بسرعة منتظمة، يبقى إمتى السرعة المتوسطة؟ إمتى السرعة المتوسطة يا ولاد؟ ماشي، تساوي السرعة عندي هنا بتاعته الفعلية لما يتحرك بسرعة منتظمة. مسافات متساوية في أزمنة متساوية. تختلف السرعة المتوسطة عن قيمة السرعة في أي لحظة لما يتحرك بسرعة غير منتظمة. يعني أنا وأنا بتحرك سرعة منتظمة سرعتي بتساوي السرعة المتوسطة. انما لما بتحرك سرعه غير منتظمه، ما انا واقف شويه مثلا، سرعتي عندنا بصفر، ولكن سرعتي المتوسطه كله على بعض يا باشا مسافه على زمن. تمام. يبقى امتى بتساوي السرعه المتوسطه السرعه في اي لحظه؟ امتى يا معلم؟ لما يتحرك عندي هنا مسافات متساويه في ازمنه متساويه، يعني سرعه منتظمه. طب امتى تختلف عندنا السرعه المتوسطه؟ تختلف السرعه المتوسطه لما يتحرك حركه غير منتظمه. حلو يا دكتور، زي الفل. تعال ناخد مساله تانية، يلا بينا. قال لي والله في سباق للعربيات، سباق سيارات. تحركت سياره 60 مره حول مسار دائري، المحيط بتاعه كده. يبقى ده المحيط 3.6. عايز اجيب المسافه اللي قطعها، هضرب في 60 يا معلم اهو. ماشي، في زمن والله. يبقى ديت المسافة اهي 6.3 في 60. والله احسب يا باشا كده، عندنا المسافة الكلية 6.3 في 60 هتطلع ب 216 كيلو متر. طيب هو عايز بقى دلوقتي الحاسبة هتطلع على طول، والله انا هجيب لكم الحاسبة الحصة اللي جاية بإذن الله إن شاء الله، يعني إن كان لنا عمر. عايز بقى دلوقتي يا دكتور، عايز السرعة. وانت عارف ان السرعه بتساوي المسافه على الزمن. ما انا لسه ما عنديش الزمن. الزمن ده يا معلم بص قال لك في كام؟ في 2.4 كيلو متر. يبقى السرعه بتساوي المسافه اللي هو 216 على 2.4 كيلو متر. هتطلع حضرتك دلوقتي ب 90 كيلو متر. يبقى انت يا باشا 90 كيلو متر على الساعه اهي اللي هاجي اختارها. لما يجي يسالني سؤال تاني يقول لي تحرك جسم في خط مستقيم لمدة دقيقة بسرعة أهو. دقيقة عندنا بسرعة 10 متر لكل ثانية، ثم لدقيقة أخرى دقيقة تانية ب20 متر لكل ثانية. ما مقدار السرعة المتوسطة؟ أنا عايز أجيب السرعة المتوسطة. يبقى عايز أجيب المسافة في الأول. المسافة في الأول 10. ماشي. وحضرتك المسافة في الأولى حضرتك برضو أنا عايز أجيب المسافة عندي هنا. المسافه بتاعت الاول. المسافه قال لي بص 10 متر لكل ثانيه. تعالى كده السرعه بتاعته 10 متر لكل ثانيه. انا عايز اجيب المسافه بتاعت الاول والمسافه بتاعت الثاني، وانا كده كده عندي ده في دقيقه وده في دقيقه. المسافه بتساوي ايه؟ السرعه في الزمن. السرعه حضرتك كانت كام؟ قال لي والله السرعه كانت 10. الزمن كام؟ قال لي والله الزمن ب60. يبقى 10 في 60 ب600. انت حضرتك المسافة. يبقى انا عندي دلوقتي متر، عايز اجيب المسافة التانية. المسافة حضرتك بتساوي السرعة في الزمن أو السرعة في الزمن. السرعة بكام؟ ب20. في الزمن كام يا معلم؟ الزمن والله يا دكتور الزمن والله قال لي في دقيقة، يعني 60 صفر في صفر بصفر. اهو يا باشا تطلع ب 1200 متر لكل ثانية. حلو. يبقى انا جبت المسافة الأولانية والمسافة بتاعت التانية. عايز اجيب السرعة المتوسطة اللي هي المسافة على الزمن. المسافة كام يا دكتور؟ اي 600 و1200 1800. طب والزمن كام يا معلم؟ قال لي والله الزمن دقيقة ودقيقة، يعني 60 زائد 60 هتساوي. الحسبة يا باشا هتطلع. انا عايز اجيب الفكرة دي تاني. وقال لي والله اتحرك 10 متر لكل ثانية في دقيقة.
و20 متر لكل ثانيه في دقيقه. انا لازمني عندنا المسافه بتاعت ده والمسافه بتاعت ده. جبت المسافه، سرعه في زمن، جبت مسافه الاول. جبت مسافه الثاني، سرعه في زمن، جبت مسافه الثاني. فانا عايز اجيب بقى السرعه. السرعه كلها على بعضها يا معلم. يبقى انا عندي المسافه على الزمن، المسافه كلها على الزمن كله يا معلم. هتطلع بكده. واحد يجي يسالني سؤال، ممكن اجي اعملها بطريقه تانية؟ طالما انا عايز اجيب اللي هو المتوسطه، والله ممكن اجمع السرعه دي على السرعه دي واقسمهم على 2. طالما هو عايز يجيب المتوسط بتاعه والموضوع بسيط، يبقى 10 زائد 20 على 2 يبقى 30 على 2 فيها 15 كيلومتر لكل ساعه. طيب تعالى بقى دلوقتي، عندي اخر حاجه يا معلم، حاجه اسمها السرعه النسبيه. ايه هي السرعه النسبيه؟ وناس كتير بتيجي تتلخبط في السرعه النسبيه، ولكن السرعه النسبيه والله ما هي الصعبه. كده كده يا ولاد، الاسئله انت عايز حضرتك اسئله اكتر ومسائل اكتر وقوانين اكتر وتحل بايدك اكتر، وندخل مع بعض لايفات واخليك تحل بايدك واشوف بنفسي والتيم بتاعي يبدا يتابع معاك. هتدخل معانا على الواتساب، هتتواصل معايا على الواتساب ب 100 جنيه بس في الشهر، او الترم كله على بعضه ب 300 جنيه. متخيل؟ فانت حضرتك درس خصوصي انت واخده ب 100 جنيه بس في الشهر، او ب 300 جنيه في الترم ان شاء الله. يعني تقدر تتواصل معانا من خلال الرقم بتاعنا على الواتساب اللي انا سايبه لك في اول كومنت. ادخل قول لهم انا ثالثه اعدادي وعايز ادخل معاك. بس الموضوع سهل والموضوع بسيط. لو انت وصلت لحد هنا اعمل لايك، ما تنساش تبعت الفيديو لكل زمايلك. انا عارف انكم دكاتره المستقبل ان شاء الله، وانكم هتفضلوا تعافروا وهتفضلوا تحاولوا عشان توصلوا للاحلام بتاعتكم. انا عارف ان دماغك دلوقتي عماله بتجيبك لافكار تانية وافكار مش كويسه. هو انا لسه هقعد اذاكر ده كله؟ هو انا لسه هعمل ده كله؟ يا حبيب قلبي ما حدش بيحب المذاكره، ولكن باذن الله انت الاحلام بتاعتك، انا وصلت للاحلام بتاعتك والله. عايز تبقى دكتور، انا وصلت بقيت دكتور. عايز تبقى مدرس، انا وصلت بقيت الاثنين. اوصل يا باشا للحلم بتاعك واعمل اللي انت عايزه بعدين. وانت عايز تتجوزي وتقعدي في بيتك عادي، مفيش اي مشاكل، بس اعملي اللي عليك وذاكري حتى حضرتك دلوقتي عشان تطلعي واعيه تعرفي حضرتك تربي عيالك بعد كده. احنا دلوقتي ناخد بريك 10 دقايق وندخل معايا على السرعه النسبيه. حلوه قوي قوي السرعه النسبيه ديت، مهمه جدا جدا يا ولاد. يلا بينا دلوقتي ناخد بريك وندخل على السرعه النسبيه. نيجي على اخر جزء معانا في الدرس بتاعنا، ولو انت وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وتبعت لنا علشان ندخلك على جروب الواتساب وعلى جروب التليجرام. اول حاجه لما اجي اتكلم معايا دلوقتي على حاجه اسمها السرعه النسبيه. يعني ايه سرعه نسبيه؟ بص يا ابني، سرعه حاجه بالنسبه لحاجه، سرعه شخص بالنسبه لشخص. بقول لك ايه، تعالى انا هدي لك 3 امثله. 3 امثله هيوضحوا لك الدنيا بعيدا عن الكلكعه اللي موجوده في الكتاب. بص يا معلم، صلى على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. انا واقف مكاني اهوت، انا مراقب ساكن مكاني، انا شخص واقف مكاني. اللي واقف مكاني ده واقف اراقب الدنيا، واقف اراقب كل حاجه. لقيت بص يا باشا عربيه جايه كده، جايه تجري كده. العربيه اللي جايه تجري كده والله جرت بسرعه 140 كيلو متر لكل ساعه. انا وانا واقف مكاني ببص على العربيه، انت عربيه بتجري بكام؟ 140 كيلو متر لكل ساعه. طب افرض يا عم انا حضرتك قلت لا، انا مش هفضل مكاني، انا هركب عجله والله، والعجله اللي انا هتحرك بيها بسرعه 20 كيلو متر لكل ساعه. وانا بجري العربيه جرت جنبي، فالعربيه بتجري جنبي، هل انا هشوفها بنفس ال 140 كيلومتر لكل ساعه لما كنت ساكن مكاني؟ قلت له لا، ده احنا هنطرح الفرق بين السرعتين. يعني لما انا ماشي في اتجاه وهي ماشيه في نفس الاتجاه، يبقى انا جيت قلت لك يا معلم انا بتحرك ب 20 كيلومتر لكل ساعه، وده بيتحرك دلوقتي ب 140 كيلومتر لكل ساعه. عايز اجيب السرعه النسبيه. السرعه النسبيه دي حضرتك هتساوي ايه؟ والله العظيم هتساوي عندي هنا السرعه الفعليه بتاعت العربيه، السرعه الفعليه بتاعت العربيه ناقص سرعه المراقب. قلت له حلو. يعني السرعه النسبيه دي، السرعه الفعليه 140 ناقص 20 بتساوي حضرتك دلوقتي 140 ناقص ال 20 بتساوي 120 كيلو متر لكل ساعه. تعالى مثال تاني، انت حضرتك دلوقتي كنت ثابت مكانك، كنت شخص ساكن، وانا عربيه عندي هنا اهوت يا معلم بتتحرك ب 100 كيلو متر لكل ساعه. انا سرعتك بكام؟ صفر. عايز اجيب السرعه النسبيه. السرعه النسبيه دلوقتي وانت واقف مكانك
السرعة النسبية هتساوي السرعة الفعلية أو الفعلية. يبقى إمتى السرعة النسبية تساوي السرعة الفعلية؟ لما الشخص يبقى ساكن، لما المراقب يبقى ساكن. طب بقول لك إيه، أنا بقى دلوقتي كنت راكب عربية تانية بتتحرك ب 80 كيلو متر لكل ساعة وبراقب العربية التانية دي، فأنا عايز أجيب السرعة النسبية هتساوي السرعة الفعلية ناقص المراقب. يبقى انا عندي السرعه النسبيه هتساوي السرعه الفعليه 100 ناقص 80 هتساوي 20 كيلو متر لكل ساعه. حلو. بقول لك ايه، انا يا باشا وانا عمال بتحرك ومعايا في نفس الاتجاه بنطرح. طب تعالى نتحرك عندنا في اتجاهات مختلفه، هتحس بص بضربه هواء كده مره واحده، تحس مره واحده. يا انا جاي بص انا جاي حضرتك دي سرعته 100 كيلو متر، وانا جاي يا معلم برضو بسرعه 100 كيلو متر. بص هتحس بالهواء كده، بص مره واحده. تحس مره واحده ديت يا معلم. ايه اللي هيجي يحصل لما يتحرك عندي هنا في عكس الاتجاهات؟ فانا عايز اجيب السرعه النسبيه. السرعه النسبيه هنا ايه؟ هتجمع. يبقى السرعه النسبيه هنا هتعمل ايه؟ هتجمع 100 و100. يبقى عندي 100 زائد 100 هتساوي 200 كيلومتر. يبقى لما تيجي تتحرك في اتجاهات مختلفه بجمع، لما بيجي يتحركوا في نفس الاتجاه بطرح. طب اقول لك ايه، امتى يا معلم السرعه النسبيه دي تكون بصفر؟ والله انا عايز السرعه النسبيه دي تكون بصفر لما الفعليه ناقص المراقب يبقى بصفر. لما الفعليه دي تساوي المراقب، لما ده يكون مثلا بيتحرك يا معلم، ده حضرتك 80 كيلومتر وده 80 كيلومتر، فلما تيجي تطرحهم من بعض يدي لك صفر. يبقى تاني تعال ندخل بقى معايا ونشوف الكلام ده موجود عندك ازاي في الكتاب. ايه اصلا السرعه النسبيه؟ سرعه جسم متحرك. سرعه جسم متحرك بالنسبه ليه؟ لمراقب. المراقب ده ممكن يكون ساكن ويشوف هو بيتحرك، وممكن يكون برضه متحرك سواء في نفس الاتجاه او في عكس الاتجاه. يبقى سرعه جسم بالنسبه، طالما قلت بالنسبه يبقى دي سرعه نسبيه. يبقى سرعه جسم متحرك بالنسبه لجسم ساكن او متحرك. طب بمعنى قولنا ان السرعه النسبيه لسياره متحركه 90 كم لكل ساعه، ان السرعه النسبيه بتاعت السياره ديت بالنسبه لمراقب حضرتك دلوقتي بتساوي 90 كم لكل ساعه. يبقى السرعه النسبيه لسياره متحركه، يبقى انا عندي دلوقتي السرعه النسبيه بالنسبه لسياره متحركه 90 كم لكل ساعه. انا باجي اقيس عندي هنا السرعه النسبيه يا اولاد. لو انا جيت بصيت عندي هنا بالنسبه لشخص مراقب او السرعه النسبيه بالنسبه لشخص مراقب واقف بيراقب، يبقى انا عندي دلوقتي السرعه النسبيه هتساوي السرعه الفعليه. يبقى لو شخص قاعد مكانه مش بيتحرك السرعه النسبيه هتساوي السرعه الفعليه. يبقى المراقب ساكن هيلاحظ حركه الجسم بنفس سرعته الفعليه. تعال ناخد مثال يلا. بيقول لي الشكل المقابل حكم يراقب يعني واقف عندي هنا دلوقتي، يراقب لاعب يجري بسرعه متوسطه كده. فما السرعه النسبيه للاعب؟ الحكم واقف واللاعب بيجري، فانت حضرتك وهو واقف مكانه السرعه الفعليه بتساوي السرعه النسبيه، يبقى 15 متر على الثانيه. طب حلو زي الفل. تعال بينا نبص معايا على حاجه بعدها. بيقول ايه، لو انا والعربيه بنبقى بنتحرك في عكس الاتجاه، طالما بنتحرك في عكس الاتجاه بنجمع. يبقى السرعه النسبيه بتساوي السرعه الفعليه زائد سرعه المراقب. هتجمع السرعتين على بعض، لو في عكس الاتجاه بجمع السرعتين على بعض. حلو يا دكتور. يبقى السرعه الفعليه بتساوي حضرتك دلوقتي يا باشا، يبقى انا عندي بقى دلوقتي لو قال لك عايز السرعه الفعليه بقى دلوقتي هتيجي تعمل ايه في الحاله دي؟ هتودي سرعه المراقب الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. يبقى انا عندي هتبقى النسبيه ناقص المراقب. يا عم اكتب القانون ده اهوت. تعال نشوف هو عايز ايه في المسائل اللي موجوده على الجزئيه دي. بقول لك ايه، يتحرك عندي هنا جسم بسرعه 2 متر لكل ثانيه في عكس الاتجاه. طالما عكس الاتجاه بنجمع. الذي يتحرك بسرعه 3 متر على الثانيه، عايز السرعه النسبيه. السرعه النسبيه ماشي بتساوي السرعه الفعليه، طالما عكس بعض يبقى زائد سرعه المراقب. يبقى انت عندك دلوقتي كام؟ 2 متر على الثانية زائد 3 متر على الثانية بتساوي 5 متر على الثانية. بس بسيطة يعني. تعال بقى دلوقتي نتكلم كده اتكلمنا. تعال نشوف تقدير السرعة النسبية لجسم متحرك بالنسبة عندي للمراقب بيتحرك في نفس الاتجاه. طالما بيتحرك في نفس الاتجاه هتطرح.
يبقى طالما بيتحرك في نفس الاتجاه هتطرح، في عكس الاتجاه هتجمع. يبقى السرعه النسبيه الفعليه ناقص المراقب. طب هو لو عايز السرعه الفعليه يا معلم هتودي والله سرعه المراقب الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. بس بسيطه يعني. تعالى معايا. يجري شخص بسرعه 3 متر على الثانيه، ماشي، خلف سياره، خلف يعني في نفس الاتجاه، بسرعه 25 متر على الثانيه. احسب السرعه النسبيه. السرعه النسبيه بتساوي سرعه السياره الفعليه ناقص اللي بيراقبها ناقص المراقب. سرعة السيارة كام؟ 25 ناقص المراقب كام حضرتك دلوقتي؟ 3. يبقى 25 ناقص 3 22 متر لكل ثانية. حلو يا دكتور زي الفل. تعال بقى دلوقتي على اللي بعده. قال لي يا دكتور تقدير السرعة النسبية لجسم متحرك بالنسبة لمراقب في نفس الاتجاه وبنفس السرعة. اهو بص، بيتحرك في نفس الاتجاه وفي نفس السرعة، والله العظيم هتبقى خلاص السرعة النسبية هتبقى صفر لما يتحرك في نفس الاتجاه وفي نفس السرعة. ما هما الاتنين ماشيين جنب بعض بنفس السرعة، فأنا خلاص شايفه ثابت وهو شايفني ثابت، على الرغم إن ده بيتحرك وده بيتحرك. يبقى المراقب مثلا بيتحرك عندنا في اتجاه الغرب ودي بتتحرك في اتجاه الغرب، خلاص هتبقى عندنا ساكن، هيبقى كأنه صفر دلوقتي. يبقى الفرق بين السرعتين هتساوي حضرتك دلوقتي كام؟ هتساوي صفر. يبقى متى تكون السرعة النسبية لشخص عندي هنا أو لجسم عندي هنا مساوية للصفر؟ لما تكون السرعة الفعلية مساوية لسرعة المراقب. الاتنين بيتحركوا بنفس السرعة وفي نفس الاتجاه، يبقى بيتحركوا في نفس السرعة وفي نفس الاتجاه عندي هنا دلوقتي. طب ده في السرعة الفعلية. بص يا باشا، لو أنا جاي ب 100 كيلومتر وهو جاي ب 100 كيلومتر في عكس الاتجاه، السرعة النسبية هتبقى 200. يبقى لما بيتحرك بنفس السرعه في اتجاهين متضادين، انا بتحرك ب 100 وهو يتحرك ب 100، سرعتنا النسبيه بتجمع الاثنين على بعض اهو يا معلم. تبدو السياره المتحركه بسرعه لمراقب متحرك بنفس سرعتها وفي نفس الاتجاه كانها ساكنه، لان السرعه النسبيه بتساوي الفرق بين السرعتين، بين السرعه الفعليه وسرعه المراقب لما يتحركوا في نفس الاتجاه، فالسرعه النسبيه هتكون بصفر. طب حلو يا دكتور زي الفل. تعال بقى دلوقتي نبدا نحسب معايا. احسب السرعة النسبية لمراقب تتحرك بسرعة 50 كيلومتر بالنسبة لمراقب ساكن. بالنسبة لمراقب ساكن يبقى السرعة النسبية بتساوي السرعة الفعلية 50 كيلومتر لكل ساعة لمراقب يتحرك بسرعة 20 كيلومتر لكل ساعة. طيب في عكس الاتجاه، في عكس الاتجاه يبقى بتجمع 50 زائد 20 بتساوي 70. في نفس الاتجاه يبقى تطرح 50 ناقص 20 هتبقى 30 كيلو متر لكل ساعة. طب حلو يا دكتور زي الفل. تعال بقى دلوقتي انت حضرتك يا باشا ما السرعة الفعلية ماشي لسيارة، عايز بقى السرعة الفعلية مش عايز النسبية. فاكر النسبية بتساوي، قال لي يا باشا بيتحرك في نفس الاتجاه، والله الفعلية ناقص المراقب ناقص المراقب. هو عايز ايه؟ عايز السرعة الفعلية يا معلم، يبقى ودي المراقب الناحية التانية بعكس الإشارة. يبقى الفعلية بتساوي النسبية زائد المراقب. حلو يا معلم. يبقى النسبية كام؟ 40 والله، زائد المراقب يا معلم كام؟ المراقب عندي هنا والله 30. يبقى حضرتك الفعلية هتبقى 70 كيلومتر. بس بسيطة جدا جدا جدا، ما فيهاش أي صعوبة. أنت بتحط قانونك وتعوض، بتحط قانونك وتعوض. طيب كده يا باشا خلصنا السرعة النسبية والسرعة الفعلية وكل الكلام ده. عليك الواجب بتاع أسئلة كتاب الامتحان كلها، ومش بس هحل معاك كتاب الامتحان ده، انا هنحل ان شاء الله معاك كتاب الاضواء باذن الله كمان. فانت لو حابب تدخل معانا وتشترك معانا وتتابع معانا اول باول بحيث ان حضرتك تدخل وتقفل ماده العلوم، تواصل معانا الشهر ب 100 جنيه بس وخلاص، وبلغ كل زمايلك عشان احنا نعمل عظمه معاك باذن الله. خليك فاكر ان طلاب الدكتور دكاتره ان شاء الله. ربنا معاكم ويوفقكم ونشوف الشوكولاته دايما بخير وصحه وسعاده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.